هنعمل خطة جديدة. ماشي. الخطة 153. قطع الخطة دي، قطع الخطة دي، بلاش دي. الخطة 154 كده. الخطة دي باظت وملهاش لازمة بقى. الخطة دي ملهاش شكرا. لازمه. نخش على الخطة الجديدة. الخطة 155. اخيرا الواحد رجع للدوري الانجليزي وبدايه الدوري الانجليزي. الواحد حاسس ان هو في عيد، وحاسس ان هو ماشي كده في الشارع منشكح، وعايز ان هو كل ما يقابل حد كده يحضنه ان هو بدايه الدوري الانجليزي. الواحد ما كانش عارف ان هو بيعيش ازاي والله من غير الدوري الانجليزي ده يا جدعان. طمني عليك يا اسطى، قول لي عملت ايه في تشكيلتك، وقول لي اكتر لعيب انت متوقع ان هو يجيب نقط، وقول لي انت مكابتن مين، وقول لي مين اكتر لعيب انت شايف ان الناس كلها بتتكلم عنه بس انت مش متوقع ان هو يجيب اي حاجه خالص. الحقيقه انا لسه لحد دلوقتي ما استقريتش على تشكيلتي بنسبه 100% بسبب هاري فرخه ده. يعني لعيب حقيقي بجد، انا مش عارف هو عايز ايه من حياته. هو نفسه هو مش عارف اصلا. يوم رايح بايرن ميونخ، يوم مش رايح. يا عم عايزين ننجز ونعرف يا عم، احنا عايزين نشوف هنجيب مين، هنبيعك ولا هنسيبك، هنجيب ماديسون مكانك في نص الملعب، هنجيب سون وممكن يبقى هو المهاجم، هنجيب ريتشاردسون هيبقى نص ملعب وهيبقى ب7 مليون وهيبقى هو المهاجم. عايزين نعرف يخلص. هو لسه لحد دلوقتي وانا بصور الحلقه دي وهو لسه اصلا ما استقرش ان هو هيعمل ايه في حياته. انت لو تاخد قرار يا اسطى تخش ادبي ولا علمي كان زمانك استقريت عليه من 30 سنه. في ايه يا عم هاري فرخ انت؟ تعالى نتكلم عن ماتش سريعا كده ونشوف مين احسن اللعيبه ان احنا نتارجتها من كل فرقه، ومين الفرقه اصلا ان احنا نبعد عنها خالص. اول ماتش معانا في السيزون هو ماتش مانشستر سيتي وبرنلي. بصراحه الواحد برضو لسه مش حاسس ان هو خلاص بيتكلم عن اول ماتش خلاص هيبتدي، الواحد لسه مش متخيل قد ايه ان هو خلاص الدوري الانجليزي هيبتدي. بصراحه انا الماتش ده مش متوقع له قوي ان زي السيتي اللي هي ماتش الكاس ان هو 6-0 ان هي تحقق النتيجه دي تاني او تحقق نتيجه اكبر من كده. ان شفت ناس كتار بيتكلموا عن الماتش ده ممكن السيتي تعمل فيه سكور كبير. السيتي دايما في بدايه السيزون كل سنه بتبتدي الدوري مش افضل حاجه في، يعني مش بتبقى في التوب فورم بتاعتها، وخصوصا كمان ان بيرنلي ده الماتش الاول على ارضها وان جمهور وحماس البدايه وكل ده. فانا حاسس طبعا السيتي هتكسب وكل حاجه، بس يعني انا بصراحه مش حاسس ان السيتي هتنزل تدب 6-7، يعني اللي هو ممكن 2-3 اخرهم كده. ممكن برضو انا حاسس ان بيرنلي تضيع كلين شيت بصراحه. يعني هو كومباني دايما هجومي، هو بينسى الدفاع ويهاجم. انا مش محتاج اتكلم عن اختيارات السيتي وان في 14 مليون كده تحت تهديد السلاح ان احنا لازم نجيبهم، وان هالاند ده كانه ماسك علينا زله ان احنا لازم نشتريه. فده طبعا موجود معانا. في نص الملعب في ناس بيكتفوا بان يبقى هالاند بس قدام هو اللي في التشكيله بس من السيتي، وفي ناس يقولوا لا احنا نجيب مدافع كمان، وفي ناس يقولوا لا احنا نجيب مدافع وخط نص. انا لسه قبل ما اصور الحلقه دي على طول اصلا عرفت ان روبن دياز اصلا ما سافرش مع بعثه السيتي، فممكن اصلا يعني جافارديول نلاقيه اساسي و5 مليون. برضه ممكن في نص الملعب فودن لو لعب اساسي وب7.5 ويبقى حد اساسي من السيتي ب7.5 معاك زي فودن، دي بصراحه هتبقى سرقه الموسم. بس طبعا انا عارف وانت عارف وفودن عارف وجوارديولا نفسه عارف ان مفيش حد عنده اساسي. حتى لو طلع في المؤتمر وقال لك ان فودن اساسي وفودن حبيبي وفودن صاحبي وفودن كل حاجه زي ما هو بيعمل دايما كده وبينيمنا كل جوله، في الاخر برضو انت اصلا ممكن تبص في التشكيله كده تلاقي فودن مش اساسي مثلا. فكويس ان ماتش السيتي ده اول ماتش في الجوله ان احنا نعرف التسريبات من قبلها، ولو عرفنا ان مثلا فودن مش اساسي نبيعه على طول، او لو عرفنا ان جافارديول مش اساسي نبيعه على طول، ولو عرفنا ان فودن اساسي نشتريه في فرقتنا لو هو مش معانا، ونفس الكلام على جافارديول او حد من دفاعهم. تاني ماتش معانا الارسنال ونوتنجهام على ارض الارسنال. انا حاسس بنسبه كبيره اصلا ان الارسنال السنه دي ممكن ياخدوا الدوري ومش بعيده خالص. يعني الارسنال بقى خلاص عندهم ثقافه الفوز، وبقى فريق بقى باين له ملامح، فريق بقى عنده ثقافه الفوز، فريق بقى عنده شخصيه عكس السنين اللي فاتت. حتى السنه اللي فاتت كمان في الاواخر هنا بانت ان الارسنال برضه ممكن ما ياخدش الدوري، بس مع ان ارتيتا كل يوم بيزرع ثقافه في اللعيبه ان هو ان احنا هنكسب الدوري في يوم ما، ان انا جاي بعمل كل ده مش علشان في الاخر اطلع تاني ولا ان انا افنش تاني وابقى كده بالنسبه لي دوري كويس، لا انا عايز اخد البطوله. اعتقد ان كل دي حاجه في صالح الارسنال اصلا، ان ممكن الارسنال السنه دي مش بعيد خالص ان هو ياخد الدوري. انا حاسس بصراحه ان في الماتش ده البوكايو ومارتينيلي والشباب دي كلها هيظبطونا نقط. انا شايف برضو ان صعب ان نوتنجهام تضيع الكلين شيت على الارسنال، ان الارسنال ممكن تعمل سكور في الماتش ده زي 4-5، وممكن برضو البوكايو ساكا او مارتينيلي يظبطونا جوان ويظبطونا اسيستات، ومعاهم اوديجارد كمان. تالت ماتش معانا في الجوله بورنموث ووست هام اللي هو اصلا محدش مهتم بالماتش ده. انا برضو متوقعش بصراحه ان في حد هيكون عنده في التشكيله حد من بورنموث او حد من وست هام، الا ممكن عدد قليل قوي هتلاقيه عنده بوين، بس بصراحه انا يعني مرشحش حد منهم من الفرقتين. فانا شايف برضو ان الماتش ده ممكن يروح في سكه التعادل الايجابي، وخلينا برضو نبص على الفرقتين دول ونشوف برضو ممكن قدام نجيب حد منهم من نص الملعب او حد من دفاع او حد من الهجوم. ورابع ماتش معانا في الجوله ايفرتون وفولهام.
طبعا كلنا عارفين كلاحة شوندايتش من ايام ما كان في برينلي، وما كان وقتها بوب في برينلي، وكان مظبط له نقط وظبطهم دفاعيا، وهيبقى بيكفورد ومعانا بأربعة ونص أساسي. وفولهام وإيفرتون بصراحة ما انصحش بأي حد منهم خالص في الهجوم ولا حتى في الدفاع، غير إن بس في إيفرتون ممكن يشتري بيكفورد، وممكن برضو أشلي يونج ممكن يلعب أساسي في إيفرتون وبأربعة ونص مليون بس. وخامس ماتش معانا في الجولة كريستال بالاس وشيفيلد. طبعا كلنا عارفين إن اللعيب ده هو اللي محيرنا في الماتش ده، هو إيزي. أنا بصراحة مش رايح مع إيزي مع إني نفسي أجيبه جدا، بس برضو الجدول بتاعه مش أفضل حاجة. بس ايزي ماسك فورمة عظيمة في البري سيزون. طبعا ايزي بعد ما مشي زي بقى هو معاه كل حاجة في الفرقة، بقى معاه ركلات ثابتة، بقى معاه ضربات جزاء، بقى معاه ركنيات. هو كل حاجة في كل حاجة، يلعب رقم 10، يلعب وينج، تلاقيه يلعب مهاجم. هو كل في كريستال بالاس. انت اول ما تلاقي نوتيفيكيشن كده ان كريستال بالاس سجلت جون، تأكد مليون في المية ان هيكون جون من ايزي او اسيست من ايزي. وده امتع ماتش في الجولة كلها من وجهة نظري، نيوكاسل واستون فيلا. ده انت بقى تروح تجيب كوباية شاي بتاعتك والبسكوت بتاعك وتقعد تتفرج وتتمتع وتتمزج بالماتش ده. انا بصراحه شايف ان الماتش ده حتى هيكون كمان امتع من ماتش تشيلسي وليفربول. الماتش ده الفرقتين في البري سيزون فورمه عظيمه، خصوصا كمان ان نيوكاسل مفنشه السيزون وهي كويس جدا، ونفس الكلام استون فيلا، خصوصا كمان ان ايمري عمل تدعيمات قويه جدا والفريق اصبح ان هو متماسك. انا بصراحه شايف ان السيزون ده هيكون الحصان الاسود للبطوله اصلا استون فيلا. طبعا احنا مش محتاجين نتكلم عن واتكنز، ومش محتاجين نتكلم عن موسى ديابي، خصوصا ان موسى ديابي هيبقى اختيار ديفرنشال جدا ب6.5 مليون بس. وانا بصراحه مش رايح مع حد قوي من نيوكاسل في البدايه، خصوصا ان جدولهم صعب جدا، وبرده ان لسه الدنيا مش باينه قوي. فممكن نستنى برده ونشوف لحد لما جدولهم يتحسن شويه، ممكن وقتها نبقى نشتري منهم الميرون او حد من ويلسون او ايزاك. والماتش اللي بعده معانا توتنهام وبرنتفورد. توتنهام اللي مش باين لها اي ملامح خالص ان مين هيلعب اساسي عندهم ومين هيمشي ومين هيجي. واحد مش عارف ان كين هيمشي، طب ريتشاردسون هو اللي هيلعب مكانه، طب مين هيلعب مكانه، طب سون هيبقى ايه حالته. بصراحه في البري سيزون الفريق هجومي بشكل مرعب، بيخليك ان انت اول ما تشوف بس شكلهم عامل ايه في الملعب تجري على طول تشتري حد منهم، سواء كان ماديسون او سون او ريتشاردسون. طبعا من برينتفورد معانا اختيار عظيم جدا، هو بيقيمه ب6.5 مليون بس، ومعاه هيكون هو الرجل الاوحد في غياب توني، هيكون معاه ضربات جزاء وهيكون معاه كل حاجه. بس مش متوقع ان هو اللي هيلعب المهاجم الصريح، ممكن يكون هو ويسا مع بعض، ممكن يكون هو وينج. لسه برضه مش عارفين ان هو اللي هيبقى المهاجم الاساسي بتاعهم. والماتش اللي الاخير معانا تشيلسي وليفربول. انا بصراحه شايف من فرقه ليفربول ان احنا نتارجت منها يوتا، لو لقيناه ان هو بيلعب بشكل اساسي على طول وان هو هيبقى بصفه مستمره اساسي، ده هتبقى يعني قنبله الموسم، وان هو هيبقى 8 مليون بس. ممكن تلاقيه بيلعب مهاجم او تلاقيه هيلعب وينج في ليفربول 8 مليون بس دي. واحنا كلنا عارفين يوتا وعارفين ان هو ايه مدى تأثيره في ليفربول، عارفين ان هو حتى لو هينزل بديل عارفين ان هو ممكن ينزل يجيب له جونين وهو بديل عادي جدا. كان نفسي برضه والله اجيب صلاح، بس يعني فلوس صلاح كتيرة قوي، وبرضه بقعد ابرر لنفسي وعشان ما اتضايقش ان انا مش عارف اجيب صلاح، فاقعد اقول هو مركزه في ليفربول ما بقاش احسن حاجه دلوقتي، بقى بعيد عن الجون بقى. بس برضه انا وانت وكلنا عارفين ان صلاح ايه تأثيره مع ليفربول، وهو معاه ضربات الجزاء بقى يأسست بقى يجيب جون بقى. برضه صلاح هيفضل صلاح، وبرضه من المتوقعين ان هو كل جولة هيجيب نقط، وبرضه من المتوقع ان هو هيكون نهاية السيزون يكون هو التوب فايف، ان هو اعلى ناس جابت نقط. فبرضه صلاح هيفضل صلاح طول عمره حتى لو ليفربول وقع خالص. انا شايف من اول سيزون فرصة ان احنا نلحق نتارجت لعيبة من تشيلسي قبل ما يخشوا في الماتشات السهلة جدا بتاعتهم. هي اصلا من اول ماتش عندهم ماتشات سهلة، سيبك من ليفربول وان هم عندهم ليفربول وبتاع. بس ليفربول كلنا عارفين ان هي دفاعها في الشلاحات، فلو جاكسون عندك في الهجوم ممكن تلاقيه مش بعيد جدا ان هو طلع من الماتش بجونين او بجون واسيست. وبرده نفس الكلام تشيلو، لو ارنولد هيلعب باك يمين فتشيلو بقى انت عارف بقى المساحات اللي ورا ظهر ارنولد دي، الفدان اللي ورا ظهر ارنولد ده، خصوصا ان هو كمان معاه الضربات الركنيه. شايف بصراحه ان اختيار جاكسون واختيار تشيلويل انا بالنسبه لي شايفهم من الاختيار الاساسيين جدا لازم يكونوا في الفرقه بتاعتنا. والماتش الاخير معانا اليونايتد وولفرهامبتون. طبعا ولفرهامبتون حالتهم ميؤوس منها خالص، وحتى كمان لو بتيجي المدرب بتاعهم لسه ماشي ولسه مش مستقرين على اي حاجه ولا الفريق باين له اي ملامح. فاختيار زي في اليونايتد زي راشفورد وزي برونو وزي لوكشو، يعني الاختيارات دي طبعا عظيمه جدا. وان حتى كمان الناس بتفكر ان هي تكابتن زي راشفورد او برونو اول جوله. لسه هنتكلم عن موضوع الكابتنه دلوقتي بعد ما اوريك تشكيلتي يا صديقي. انا بصراحه لسه تشكيلتي مش مستقر عليها بنسبه 100% علشان ماتش السيتي الاولاني ده، لسه برضه مستني اشوف التسريبات مين اللي هيلعب مين اللي هيبقى دكه. وبرضه عشان موضوع هاري فرخه ده احنا تعبنا جدا ومش عارفين نجيبه ولا عارفين نبيعه ولا عارفين هيمشي ولا عارفين هيعمل ايه بالظبط. انا هي تشكيلتي، وقول لي ايه رايك في الكومنتات، وقول لي ايه اللي ناقصها، او قول لي برضه ايه اللي ممكن اجيبه مكان مين. طبعا في الحراسه معانا اونانا البالونه. انا اونانا مش بقتنع بيه خالص، بس بصراحه جايبه عشان اغطي من دفاع اليونايتد، ومش عارف برضه اجيب من دفاع اليونايتد لوك شو، فاضطريت ان انا اجيب اونانا. هبتدي ب 3-5-2. عندك تشيلويل وستوبينيان
وجابرييل طبعا اللي هما هيبقوا موجودين في كل فرقنا اصلا. عندك بقى قدام بقى في خط النص ناري فولاذي من كوكب اخر، عندك ميتوما وساكا وراشفورد ومارتينيلي ومبويمو. انا شايف ان الثنائيه ما بين مارتينيلي وبوكايو دي في البدايه خصوصا مع جدول ارسنال السهل دي هتنفعنا جدا جدا جدا، وفي نفس الوقت هي ديفرنشال مش مع ناس كتار اصلا. طبعا زي ما اتكلمنا عن اهميه وتاثير جاكسون، ان انا بالنسبه لي لازم يكون في فرقتي، وخصوصا كمان مع جدول تشيلسي السهل جدا في البدايه. الناس بتتكلم عن كونكو ان هو مصاب وان هو هيأثر على تشيلسي وكل حاجه، بس انا شايف برضو ان جاكسون بصراحه هيكون مهاجم، هيكون اول 5 جولات ولا 6 جولات هو هيكون توب في المهاجمين اصلا. ومعانا على الدكة تيرنر وواتكنز وولدوك وباير، هم كلهم بيلعبوا أساسي. كمان واتكنز هينفعني جدا على الدكة، إن أنا ممكن أغير أسلوب التشكيلة بتاعتي، أخليها 3-4-3، أخليها 3-5-2 على حسب إن هشوف مين اللي عنده ماتش سهل أحسن وهلعبه. بس الفكرة إن في أستون فيلا أول ماتش عندها نيوكاسل وبره ملعبه، فأنا حاسس بصراحة إن مش هيكون يعني ماتش سهل أوي. طبعا يا صديقي في النهاية هنخش على الكابتن. هنا بقى المعضلة كلها، الفانتازي ليست للجبناء يا صديقي. أنا بالنسبة لي هكابتن ساكا والبوكايو ساكا وأنا واثق فيه. طبعا هنديها واحدة ليست للجبناء في البداية، يا إما هنصيح بعد نهاية الجولة هنقعد نعيط، يا إما هنبل الشربات أنا والرجالة اللي دخلوا معايا في كابتنة ساكا، وهتبقى كابتنة توب جدا خصوصا لو ساكا عمل حاجة ولقينا مثلا إن هالاند طلع ببلانك، أو لو طلع له بأسيست واحد، أو لو طلع له بجون. لو ساكا مثلا زي ما جاب له جونين وأسيست كده، ولا عمل له جون وأسيست وطلع له 3 بونص، ده وقتها هتلاقي نفسك توب التوب التوب في البداية. وطبعا لو ساكا ما عملش حاجة وهالاند هو اللي عمل، نبقى نتنافس في دوري المظالم إن شاء الله أنا والرجالة اللي كابتنوا ساكا. فالموضوع كله هيبقى صعب جدا في البداية. أنا بصراحة شايف إن أرسنال وعلى بقى ملعبها وهيكون قدام نوتنجهام مع البداية، ولسه كسبانين السيتي وروحهم المعنوية بقى عالية، وينزلوا بقى يدبوا نوتنجهام 4-5 كده. فبالنسبة لي الموضوع هيكون اختيار كابتن ساكا دي، أنا بالنسبة لي دي أكتر حاجة مستقر عليها في التشكيلة دي كلها أصلا. قول لي في الكومنتات أنت هتكابتن مين، وقول لي تشكيلتك، وقول لي برضو إيه اللي أنت محتار ما بينه، وندردش مع بعض كده. وابعت لي على التويتر برضو ندردش مع بعض كده، ونشوف تشكيلات بعض وناخد رأي بعض قبل بداية الجولة. باذن الله هنبقى مع بعض على التويتر قبل ماتش السيتي وبرنلي، هننزل التسريبات بتاعت ماتش السيتي، هنشوف ايه التشكيله بتاعتهم، هنشوف المفروض ان هيلعب اساسي ولا لا، وجافارديول هيلعب اساسي ولا لا. فاعمل لي فولو على التويتر وابعت لي برضو تشكيلتك، وقول لي تشكيلتك في الكومنتات. واتمنى كنت خفيف عليك في الحلقه يا صديقي، واهم حاجه بس متنساش اللايك والاشتراك في القناه عشان نوصل لعدد اكبر من الناس في اسرع وقت ممكن. كان معاك مروان رفعت، اشوفك على خير ان شاء الله في حلقه جايه، ويسيحوا فانتسي. سلام.